أنا محمد عبد الله الضبيبي، أنا عمري 10، قد أنا بدخل 11. أنا أبيع مجلجل يعني أبدي الأسري، يعني حق البيت، حق الأجرة، يعني مصاريف البيت. وهذا أنا كنت أدرس يعني، لكن أشتغل مع أبي، يعني أشتغل من الصبح للظهر، والظهر يعني أدرس، والشغل ما شو عيب على حد. أنا كنت أتوقع أن أنا أكون مشهور وأكون ترند وهذه الحاجات، يعني فرحت فرح. كل السوق يضحكوا علي، كل السوق، كل مكان، يعني زاد قلبي فرح أكثر. يعني اسمع ست لا سوق يعني يفرح، يقولوا لي شي يصوروني وهذا ولا هكذا، حتى لما أصير أشتري بدلة ولا حاجة يعني يصوروني ضروري، وإني قعدت مشهور والاتصالات والناس يدعوا لي وهذا ولا ويدوا لي هدايا، وهذا عزت فرحت أكثر وأكثر. يعني أنا مش عاد أشتغل مجلجل بعد الآن، يعني مش عاد أشتغل في الشوارع، يعني قد يقدموني الناس ومعايا منحة دراسية، وإن شاء الله أدي لي مشروع معايا يعني يدوا للناس وهذا ولا الله يرزقهم. المشاعر حقنا لا توصف أبدا. أنا نصيحتي لهم للأطفال والذي بيسني أن يعني يكملوا دراستهم ويحفظوا القرآن ويسمعوا كلام أمهم وأبوهم، وإذا يشتغلوا سهل عادي، لكن أكثر شيء يهتموا بالدراسة، هذه مستقبلهم، هذه مستقبلهم. طموحي أن أكون يعني إعلامي وأشجع الأطفال الذي في سني والذي يعني يشتغلوا في الشارع وهكذا، يعني أشجعهم تشجيع من قلبي، حتى أودي لهم الذي يشتوا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. وصفحة وأنا أديت قصتي. كان معكم محمد الضبيبي. أهل الجودة والحكمة ضيفي علي القمة، وأهل العزم والهمة داخل ساحة الميدان، وأهل العزة والهمة داخل ساحة الميدان. من خلق انساها والجنة نسأل منها الغفران يعتقنا من النيران، يلحق وسقى والانواع دفع بابل الحل الفرسانة والشجعان ما عدا الجد والاخوان. يا ابو حنظله مخصوص شل الحرب ذا المنصوص، ورد الشعر لك مرصوص يا صوت الطرب والدان، خصم اشرح واخوانه واصحابه وجيرانه وانصاره واعوانه ندهم شان الريحان. اهل الجود والحكمه ضيفي علي القمه، واهل العزمه والهمه داخل ساحه الميدان، ما بنسى حسن مشرح صقر الجود ذي سفح ذي ينطق بقال الصح بين الناس والعربان، مشرح بالكرم معروف مشرح بالوفا موصوف، وقت النايبه ملوك شجع ما يهم من شمخ الجبال الصف منها الكل يتعلم، نسمع له نتكلم قوله مثل الميزان. مبروك يا معد مبروك بتويتر وبالفيسبوك، مملوك اعمالك مملوك يا شمخ جاب العطان، اهنيك وبارك لك واهدك كل ما املك، وامدح والدك ولك والاصحاب والجيران. وسليمان اذا شمر له بدنا يسالم ينشر يملي بحراها والبر صادر له من الوجدان، وتحياته مكتوبه بالاشواق مصحوبه مثل الشهد مكتوبه للاحباب والخلان. تلقى على الرحمن خالق انساها والجنه اسال منها الغفران يعتقنا من النيران، يلهج وسقى والانواع دفع بابل الحل الفرسانه والشجعان ما عدا الجيد والاخوان. يا ابو حنظله مخصوص شل الحرب ذا المنصوص، ورد الشعر لك مرصوص يا صوت الطرب
كرم ودان، خص مشرح واخوانه واصحابه وجيرانه وانصاره واعوانه نديهم شان الرعانه. اهل الجود والحكمه في فعاله يا القمه واهل العزمه والهمه داخل ساحه الميدان، ما بنسى حسن مشرح صقر الجود ذي سفح ذي ينطق فيه قال الصح بين الناس والعربان، مشرح بالكرم معروف. في فيديوهات قادمة ونسى نفجر الرايات. اليوم في مقابلات مع محمد كثيرة، فجروا لايك وانشروا رابط الحلقة في كل مكان وانتصروا.